السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا النمورة، عجينة النمورة. طبعا المقادير بتاعت عجينة النمورة: كيلو طحين، بيضة، معلقة ملح، نص كوب زيت صغير، نص كوب شيرة، وماء للعجين. طبعا بالنسبة لي أنا بعجن كمية، ممكن بعجن مثلا 4 كيلو 5 كيلو، لأن أنا بعمل حجم كبير. أنا بقول المقدار اللي هو المقدار الصغير: كيلو طحين مع بيضة مع نص كوباية زيت مع نص كوباية شيرة مع رشة ملح، ده للعجين. وطبعا أنا بعجن في العجانة. لو انتوا هتعجنوا العجين على ايديكم لازم العجين يعني نعجنه كويس، اللي هو بحيث ان العجين يكون ناعم، العجينة نفسها تكون ناعمة. وبعدين هوريكم الطريقة. انا هبدأ الف العجين الاول واقطع، والنشا طبعا عندي اللي هو لزوم الشغل. العجينة بتاعت المرمورة نفس العجينة بتاعت البقلاوة، نفس عجينة الوربات، هي عجينة واحدة. اتناشر قطعة، بقطعها 12 قطعة وبحطها في النشا. طبعا الشيرة فايدتها في العجين ان هي بتدي معايا اللون اللي هو الذهبي شوية، وبتساعد معايا في التسوية في الفرن. دي فايدة الشيرة في العجين. يعني مثلا لو انا ما حطيتش شيرة ممكن تفضل فترة طويلة في الفرن وما تحمرش، فانا بحط شوية شيرة عشان العجينة لما اجي اسوي في الفرن لونها يحمر، تدي اللون الذهبي معايا. انما من غير شيرة ممكن تاخد فترة طويلة في الفرن وتطلع يعني ايه لونها على ابيض شوية. طبعا انا عايز لونها يطلع ذهبي شوية. بجيب انا كل 4 قطع مع بعض واديلهم لفة خفيفة واحطهم هنا. كل 4 مع بعض. طبعا اللي عايز يعمل مثلا الخضار الصغير في البيت، وكيلو طحين كافي، يعني هيكفي كيلو الطحين هيكفي. انما احنا بالنسبه لنا احنا هنا ممكن بنشتغل اعجن 6 كيلو 7 كيلو. بعجن 6 كيلو 7 كيلو بضطر احط 6 بيضات، عجنت 7 كيلو بحط 7 بيضات، وهكذا. انا بضاعف كميه المقدار اللي انا هشتغل عليه. شويه جوانتي مش ماشي في العجينه بصراحه. ديت ان انا اعمل ثانيتين بلف العجينه هقطع واحدتين طبعا. وهي نفس العجينه ديت عجينه الجلاش، يعني اللي حابب برضو يفرد العجينه ويحتفظ بيها في الفريزر يستعملها بعدين عادي برضو، هي نفس عجينه الجلاش. نشر قطعه برضو. انا بحط العجين في النشا عشان ما يلزقش مني. بعدين بسيب العجين بعد ما افرده فرده صغيره، بسيب العجين يرتاح لمده ربع ساعه او تلت ساعه على حسب العجينه. لو كانت العجينه مش طريه، يعني انا معايا العجينه مش طريه قوي يعني معقوله، بسيبها حوالي تلت ساعه. انما لو العجينه طريه شويه
ممكن 5 دقايق. كل ما تكون العجينة جديدة كل ما تسيب فترة إن هي ترتاح أكتر، ممكن توصل لنص ساعة، ممكن توصل لساعة، على حسب بقى المية اللي أنا حطيتها في العجين. من ضمن برضو الأمور اللي هي الواحد يعني إيه، لو الملح زاد مني في العجينة بتشد جامد، يعني العجينة تفضل شادة يعني، فالملح بيكون إيه مقدار يعني معقول، يعني ما بنزيدش ملح جامد، وفي نفس الوقت الملح بيدي طبعا طعم مالح شوية في العجينة لو هو زاد عن حده يعني. فأنا بقول معلقة صغيرة لكل كيلو طحين، معلقة صغيرة لكل كيلو طحين. جهزت أنا كده عندي السمنتين ديت. أنا بشتغل في مقاس صينية مقاس 60 أو 70 سنتي اللي أنا هشتغل عليها، أو صينية مثلا اللي هي مستطيلة مقاس 60 في 40. دي العجينة اللي أنا هي قدام مني، يعني ديت عبارة عن كيلو ونص طحين، وديت عبارة عن كيلو ونص طحين. أنا عاجن 3 كيلو طحين بالنسبة لي أنا، دي كيلو ونص طحين، دي كيلو ونص طحين. انتوا بقى مثلا عايزين تعجنوا عجينة صغيرة يبقى كيلو طحين كافي للعجينة. بعدين بجيب النشابة بتاعتي الصغيرة أو الشوبة أو الرول، وأبدأ أفرد العجينة الفردة الصغيرة. نفس النشا موجود عندي، باخد العجينة ديت احنا بنسميها المردة العجينة. بحاول أركز على الأطراف شوية، أطراف العجين بركز عليها عشان ما تطلعش معايا في الشغل سميكة. بحط ورشة خفيفة انا كنت لابس اللي هو الجوانتي، بس الجوانتي بصراحه ما بيمشيش في العجين يعني. الجوانتي بيمسك في العجين ما بيظبطش يعني، مش في كل انواع الحلويات الواحد بيلبس الجوانتي يعني. من هنا بيمسك بيلبس الدنيا في بعضيها. احنا هنشتغل على عجينة المامورة النهارده ان شاء الله، هوريكم ازاي الطريقة بتاعتها. طبعا الشيله بتاعتنا معروفه يعني ان شاء الله، هكتبها لكم على الشاشه باذن الله. الشيله بتاعتنا نجيبها لو هشتغل بالكيلو. طبعا احنا بالنسبه لنا ما بنشتغلش بالكوب يعني، احنا بنشتغل بالكيلو. بحط كيلو ميه مع 2 كيلو سكر، واطيبهم على النار، رشه ملح ليمون، ونص معلقه صغيره فانيليا، على معلقتين ميه زهر او على حسب ميه ورد، بس هي الافضل يكون ميه زهر يعني. وهكذا العجين معايا. بعد ما اكمل كده انا العجين بسيبه يرتاح لمده من ربع ساعه لتلت ساعه عشان العجينه تمشي معايا في الفرد. مش هينفع اشتغل فيها على طول، العجينه تلم معايا تاني. فانا كل الموضوع اهم شيء ان انا اركز على الاطراف بتاع العجين الاول، وانا بمردن العجين كده بركز على الطرف، ما اخليش طرف سميك مني. واكمل انا باقي العجينه، وبعد كده اسيبها ترتاح ونرجع لكم بسم الله كده. العجينه زي ما انتم شايفين ارتاحت، احنا سيبناها حوالي ربع ساعه، يعني حوالي ربع ساعه تقريبا كده. العجينه اهي طبعا لازم نغطيها بنايلون عشان ما تنشفش من الهواء. نيجي بقى ان احنا نحط لها المرحله الثانيه النشا. ناخدها طبقه طبقه ونبدا نوزع النشا، رشه نشا طبعا بالتساوي، وهكذا. اركز على الاطراف شويه عشان هي الاطراف هي ممكن تمسك في العجين.
زي ما قلت لحضراتكم العجينه ديت ممكن ان احنا نشتغلها ونحطها بعد ما نفردها، نقطعها نحطها في كيس ونحطها بالفريزر، تفضل معايا فتره عادي. في اي وقت ان انا عايز اشتغل مثلا اي شيء بعجينه الجلاش هلاقيها موجوده عندي تكون متفرزه. بعد ما بتطلع نستنى عليها مثلا حوالي نص ساعه ولا حاجه لغايه لما تفك من التجمد بتاعها، ونرجع نشتغل بيها زي ما احنا عايزين نشتغل بيها، مربات نشتغل بيها اي نوع من انواع الحلويات هتمشي معانا عادي. هي نفس العجينه دي اللي بتبقى بتتباع في المحلات بره وجايه مفرزه. طبعا الماموره انا عندي الحشو بتاع الماموره بحشيها اللي هي قشطه اللي هي الجيمر. الصدر بتاعي بياخد حوالي 6 علب قشطه، على حسب بقى الحشو اللي انتوا عايزين تحطوه. قشطه بلدي، قشطه ممكن نحشيها جبنه برضه، في ناس بتشتغلها بالجبنه، على حسب بقى طلبكم انتوا. ومرة تانية ان شاء الله كده نوريكم طريقة البقلاوة بالمكسرات ازاي بنشتغلها. 12 ورقة على نفس المنهج كده. توزيعة النشا، طبعا النشا الدور الأساسي بتاع النشا إن هو ما بيخليش العجين يمسك في بعضه، بيطلع لي ورقة ورقة كده كل عجينة منفصلة عن التاني بعد ما بفرد. زي ما قلنا قبل كده لو كمية النشا زادت العجين بيتقطع مني، ولو كمية النشا خفت بلاقي العجين كله مسك في بعضه. يعني صعب ان انا اطلع ورقة ورقة كل ورقة لوحديها. الفكرة هنا ان انا لازم النشا دوت يكون مقدار معين، يعني زي ما انتم شايفين، يعني لا هو زيادة ولا ناقص. بدور على المكان الفاضي بحطه فيه. خلصت انا النشا العجينة، ببدأ اضغط من على الاطراف ضغط خفيفة بحيث ان انا اوسع العجينة اللي فوق، لان انا هقلب العجينة اللي فوق اقلبها تحت بالطريقة دي، اتوسع بضغط ضغط خفيفة يعني على الاطراف. بعدين بقلب العجين وابدأ اضغط من النص شوية، اضغط من النص واوسع العجينة شوية. بمسك 4 5 ورقات او 6 ورقات على حسب، واقلب الورق بتاعي ماشي بالشكل ده. رش رشه خفيفه وزعها على الوش. بعدين بجيب النشابه بتاعتي، ببدا من النص ضغطه ضغطه. اللي حابب يكمل بالنشابه الصغيره عادي، يعني لما تكون العجينه صغيره القطعه صغيره عادي ممكن تكمل بالنشابه الصغيره، بس انا بالنسبه لي العجينه كبيره فمش هينفع ان انا اكمل بالشبه الصغيره. بس فانا في البدايه بس بوسع العجينه شويه وبرجع اكمل عند النشابه الكبيره. بس اللي حابب يكمل لو العجينه القطعه صغيره هيكون اخر المسافه بتاعتها كده، فهنستكفي بالنشابه الصغيره اللي هي ديت. انما انا بالنسبه لي فالعجينه كبيره، عندي قطعه العجين حوالي 120 الى 130 جرام، انما انتوا ممكن تعملوها 50 جرام، فهيكون اخر القطر بتاعها كده. انا استعمل النشابه الكبيره. هقلب العجين، شوف انا بقلب عشان العجين هنا مقصر عن هنا شويه. وابدا برضو طريقه الفرد بتاعتي. بعدين برجع افرد
ضغطة على الأطراف زي ما حضراتكم شايفين كده. بلم العجينة وامشي ورا بره اسحب. لازم يكون في سحبة كده عشان العجينة تفرد معايا. طبعا بيكون لها مسافة معينة. هي انا بحس العجين خلاص مش قادر فرد تاني، بعمل ستوب. ضغط على العجين بقى عشان توسع معايا العجين شوية. انا هنا حسيت ان هي مسكت مني في النشابة، فبرش نشا خفيف خالص، بديلها رشة نشا عشان ما تمسكش مني تاني. ولو الرخامة أكبر من كده بنزيد نوسع فيها أكتر من كده، عشان كده بتشوفوها بتطلع لبره، العجينة بتطلع لبره. خلاص كده هي خلصت فرد. بقوم جايب صينية اللي أنا هشتغل فيها، بقوم جايب صينية اللي أنا هشتغل فيها، اللي هي الصينية ديت 40 في 60 مثلا، 40 في 60. قطع العجين اللي أنا هقطع عليها بوسطنها في وسط الصينية، وبالقطعة ديت ببدأ أقطع زي ما انتوا شايفين. ومن الناحية التانية هكذا بشيل الأطراف بتاعت العجين بتاعت الزيادة اللي أنا، الأطراف ديت اللي هي مش عايزها. وهنا نفس الشيء بقطع على حافة الصينية بالظبط، وبرضه بشيل الأطراف بتاعت العجين. أصل عندي 4 قطع عجين، 1 2 3 4، واللي هي الخمسة اللي هي تحت الصينية ديت اللي أنا هشتغل بيها وش العجين، ديت اللي أنا هشتغل بيها الوش بتاع العجين، وديت اللي هشتغل بيها اللي هو هيبقى من تحت الصينية. بخليها على جنب كده، وبدخل العجينة ديت، يعني شوف العجينة طالعة ورقة ورقة. أوريك واحدة ورقة واحدة ورجعها تاني. نروح نطبق العجينة بالطريقة ديت اشتغل تاني، وبركنها على جنب. أنا دلوقتي هشتغل على العجينة ديت وديت،
في الصينيه بتاعتي. بروح حاطط شويه سمنه، رشه سمنه خفيفه مش كتير، يعني بدهن الصينيه من تحت. انا بدهن الصينيه بس من تحت، يعني دهنه سمنه. بكون حاطط القشطه بتاعتي شويه في الثلاجه او بالبراد زي ما انتم شايفين. واروح جاي العجينه اللي انا خليتها زياده بحطها من تحت. واروح جاي العجينه الثانيه نكمل بيها برضه نفس القصه. عندي هنا زيادات ممكن اقطعها. شايف انا في زياده هنا بضطر اشيلها. الطريقه الثانيه بقى اللي هي الحاجه الثانيه اللي انا هعملها، ان انا هاخد طرف العجين من هنا، العجينه ديت، وابدا احطها على حافه الصينيه. باخد مثلا ورقه او ورقتين واحطها على حافه الصينيه، عشان لما اجي احط القشطه بتاعتي ما تطلعش مني بره، ما تطلعش مني ناحيه حافه الصينيه من هنا. فانا بضطر ان انا اعمل لها حمايه من بره، دي اللي هي زي كده. ببدا اوزع الاطراف انا بتاعتي ديت اهي، النتيجه طالعه ازاي نفس الشكل. لو فيها سنه نشا او حاجه بنفضها شويه اهي. نفس الطريقه. باخد الاربع تجناب بتاعتي، معلش نفضها شويه فيها نشا كده. انا وزعت على الارضيه والجناب. بالسكينه اللي انا شغال بيها او بالشوكه او باي حاجه بفتحها عشان السمن يوصل لتحت. واروح جايب الكيس بتاع الحلويات ديت، القشطه اللي انا بحشي بيها اللي هي الجبنه بوق ديت، القشطه اللي انا بشتغل بيها اهي. انا بحط 6 علب قشطه من ديت، بحشيها اللي هو القشطه البوق جيمر مخصصه للحلويات. الصدر دوت ياخد معايا 6 علب. واروح جايبها معبيها انا في الكيس، معبيها وببدا اوزع مجرد بلاستيكه، واوزعها بالطريقه دي. بعد ما وزعتها، سكينه بلاستيك او المجرود او السكينه اللي هو السباتولا بتاع الحلواني، بحاول ان انا اسويها بالطريقه ديت بحيث تكون كلها مفيش مكان فيه زياده ومكان مثلا فيه. بحاول ان انا اسويها كده. بعد ما سويناها نيجي بقى ان احنا نرجع الاطراف اللي احنا حطيناها على حافه الصينيه، نرجعها تاني كده. بقى القشطه ضمنت ان هي مش هتطلع لبره لان هي محكومه بالعجينه اهي. تمام. باخد العجينه ديت برجعها في اي شغل بيلاوى، سواء كانت مكسرات او كانت حشو قشطه او قشطه مطبوخه او جبنه، اي نوعيه بشتغل فيها عجين لازم احط داير عشان الحشو ما يطلعش مني بره على حافه الصينيه نفسها. يعني اي نوعيه بشتغل بيها. عندي هنا بقى عجينه زايده شويه هنا 4 5 6 ورقات، بوزعهم
بوزعهم على وش القشطة بالطريقة ديت، عشان لما اجي احط اللي هي الطبقة الأخيرة اللي أنا شايلها أعرف أتحرك بيها، أعرف أحط، لأن عندي 12 ورقة مع بعض. أنا ببدأ أحط كام ورقة ديت، حابب أحطهم عادي، مش حابب أحطهم عادي مش عادي برضه يعني، مش شرط يعني. بس أنا كل ما بزود كمية الورق كل ما بزود ارتفاع النمورة بعد ما بتطلع من الفرن. يعني كل ما تضاعف يعني بيختلف 10 ورقات غير لما بحط 12 ورقة غير لما بحط 16 ورقة. كل ما الورق زاد كل ما العجينة ارتفعت وادت هشاشة أكتر وادت منظر أجمل. فأنا بوزع ديت وأروح جاي بقى أنزل لو في عندي زيادة هنا، واروح جاي العجينة اللي أنا خليتها اللي هي كانت تحت الصينية لما قطعت، بروح جاي واخدها أحطها كده واروح فاردها طول تمام، وبروح ماسكها هي أولها هنا، بروح ماسكها كده بحاول بقى إن أنا أسويها كده. أنا أصبح عندي 12 ورقة غير اللي هم الكام ورقة اللي أنا حطيتهم من تحت العجينة ديت. يعني عندي حوالي دلوقتي مثلا 14 ورقة بالظبط موجودين معايا، و14 ورقة ونخش الفرن يطلع شكلهم عامل ازاي. بظبط بقى انا العجينة، وفي عندي زيادات بضطر ان انا اشيلها بالسكينة. باجي بقى بالسكينة بروح منزل الاطراف ديت شوية، بنزلها تحت عملية تظبيط الشكل. برضه الطريقة ديت بنستعملها في أي عجينة بتاعت نمورة، بقلاوة، جلاش، إن شاء الله حتى لو هنعملها باللحمة المفرومة برضه شغال عادي. أحاول إن أنا أنزل الأطراف بتاعتي، نزلت الأطراف بدأت ضغطة خفيفة بحيث إن أنا أسوي المنظر زي كده. هاجي بقى المرحلة اللي هي بتاعة التقطيع. طبعا العجينة ديت فيها قشطة طرية تمام، غير البقلاوة. البقلاوة لو فيها مكسرات عادي ممكن أقطعها بالسكينة. السكينة هنا لما أضغط هتبدأ القشطة تطلع مني، لأن السكينة مش حادة للدرجة يعني، مش نفس القطر أو المشرط. فأنا أضطر في النمورة بالذات اللي هي فيها حشو طري استعمل دوت، بيكون اسرع واخف وفي نفس الوقت القشطه ما بتطلعش معاك. ببدا اقطعها حوالي 4 على حسب بقى التقطيع اللي انتوا عايزينها. ممكن اقطعها مثلثات، ممكن اقطعها مربعات، ممكن اقطعها مستطيلات وهكذا. ديت عرضي وبعدين هرجع اقطعها طولي، انما السكينه مش هتمشي معايا ومش هتظبط معايا لان القشطه طريه تحت. بعد ما تخلص تقطيع هنروح حاطينها ونحط لها السمنه. طبعا هي اخدت سمنه من تحت، اضطر انا احط سمنه عشان الوش اللي هو الفوقاني، واروح مدخلها الفرن على درجه حراره 200 عشان تمطر معايا بسرعه. كده خلصت. عندنا هنا بعض الاجزاء اللي هي اخر القطر نقطعها. طبعا بعدين نبدا نقطع طولي نفس المسافات، اوري حضراتكم المسافه. تكون ايدي حساسه شويه في التقطيع، هي المسافه ديت بالظبط.
كمل التقطيع بتاعها، بس حاول ان انا ما المش الورق معايا وانا بقطع، يعني بطلع زي ما انتم شايفين فوق تحت فوق تحت عشان ما اخدش الورق في وشي. لو انا سحبت على طول باخد الورق معايا وبيأثر معايا على الشكل بعدين. ديت طريقة النمورة، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. طبعا اللي حابب يحط حشو غير القشطه اللي انا حطيتها عادي، يعني ممكن قشطه مطبوخه على النار، حليب مع نشا، لو عايزين مقدار برضو ان شاء الله زي ما انا كنت كتبته في الحلقه اللي هي بتاعه الوربات. عادي تمشي الحشو بتاع اللي هي القشطه المطبوخه. كمان جبنه، في اللي حابب يحشي مثلا جبنه عكاوي على حسب بقى الحشو، يعني هي بتمشي يا جبنه يا قشطه زي ما انا عملت كده بالظبط. كده خلصت انا التقطيع بتاعتي. بشوف بقى هنا في بعض اللي هي نهايه التقطيع مخلصتش، بحاول ان انا اخلص القطعه بتاعتي زي كده. عندي الناحيه التانيه برضو طبعا السكينه مش هتمشي زي ما قلت لحضرتك، السكينه ماهيش حاده زي المشروع بالظبط. ده الشكل بتاعي بعد ما خلص التقطيع. اهي احط لها بقى السمنه وادخلها الفرن زي ما قلنا على درجه حراره 200 درجه. طبعا هي واخده سمنه تحت فمش محتاجه السمنه اللي هي كتيره. السمنه بتاعتي انا هنا سمنه حيواني مع سمنه نباتي نص بنص، لان السمنه حيواني صافي تبقى تقيله شويه دسمه، ونحط نخلط سمنه مع سمنه في نفس الوقت عشان الحيواني تدي برضه ريحه وطعم. بس كده لمية. شايف فيها سمنة زيادة عادي صفينا شوية مش مشكلة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 واكون مجهز الشيرة بتاعتي اللي هي زي ما قلنا احنا 2 سكر مع 1 مية مع رشة ملح ليمون مع نص معلقة فانيليا مع معلقتين مية زهر أو مية ورد. طبعا حضراتكم شايفين النمورة بعد ما طلعت من الفرن سخنة، هبدأ أحط لها الشيرة بتاعتها على الوش. لو كان هيبقى فيها سمنة زيادة ممكن أصفيها، بس أنا مديلها السمنة بتاعتها مظبوطة، يعني مفيش سمنة زيادة. هي أبدأ أشربها الشيرة بتاعتها وهي سخنة النمورة. الشيرة مش سخنة يعني الشيرة دافية، لأن الاتنين مع بعض سخنين هتبدأ تعجن مني. أنا بستكفي إن هي النمورة نفسها بتكون سخنة والشيرة بتبقى دافية يعني شوية. ما بعبيهاش الشيرة كتير يعني معقول، يعني لأن هي مش زي البيلاوة أو زي إن هي فيها حشو القشطة نفسه طري جوه. أنا مش عايز أزيد نسبة الطراوة بتاعتها شوية، توزيعها كده. بسم الله ما شاء الله زي الفل. خلاص هي كده استكفت الشيرة بتاعتها. اسيبها شوية ان هي تشرب وبعدين نطلع لكم قطعة صغيرة منها تشوفوها ان شاء الله. اهي طلعنا لحضراتكم قطعة عشان تشوفوها باين الحشو فيها. دي كانت معانا النمورة اللي هي بالحشو القشطة الجيمر. ان شاء الله باذن الله تعالى تكون عجبتكم، وان شاء الله باذن الله ما تنسوناش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وبالهنا والشفا.